السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مشروع تطبيق جديد واسمه واي فاي مانجر. التطبيق ده مساحته 7 ميجا، محمله اكتر من 100 ألف شخص على مستوى العالم. عن طريق التطبيق ده تقدر ان انت تتحكم في الواي فاي بتاعك، تقدر تتعرف على الاجهزة اللي بتدخل على الشبكة عندك، تعرف كل جهاز، اذا كان الجهاز ده موجود عندك فعلا في البيت او الجهاز ده انت تعرفه ولا الجهاز ده مخترق الشبكة بتاعتك. تقدر تتعرف على كل جهاز موجود عندك باستهلاكه للنت قد ايه، في حد بيستهلك عندك نت كتير، في حد عندك بيستهلك نت قليل. شبك الواي فاي اللي عندك او النت اللي عندك بيخلص بسرعة. تقدر تتعرف على كل شخص استهلاكه اليومي او استهلاكه الاسبوعي او استهلاكه الشهري قد ايه من النت، تقدر تتحكم فيه. تقدر تعرف الاي بي بتاع الموبايلات اللي داخله عندك. تقدر ان انت تطلع اي جهاز حسيت ان هو غريب عنك او ما تعرفوش بتطلعه خارج الشبكة. كمان بتقدر عن طريق التطبيق ده تقيس سرعة الإنترنت اللي داخلالك من الشركة عشان تقدر تتعرف على إن النت اللي موجود عندك داخل الشبكة، هل النت سريع ولا في مشكلة، ولا مثلا في ناس كده مستهلكة النت فهو ده اللي مبطئ السرعة. بتقدر إن انت تتعرف عن يعني التطبيق ده بيعرفك على كل حاجة من خلال يعرفك كل حاجة من خلال شبكات الواي فاي، الأجهزة والسرعة بتاعة الإنترنت والاستهلاك الإنترنت والحاجات دي كلها. طبعا هو مشكلة التطبيق ده إن هو ما بيدعمش اللغة العربية، بيدعم اللغة الإنجليزية بس. كمان مشكلة من مشكلات التطبيق ده إن هو إعلاناته كتيرة، فناس كتيرة بتشتكي من الحاجات دي، وناس برضو كتيرة مش فاهمة تشغيل التطبيق ازاي، وبتقول يا ريت يكون في فيديو توضيحي لتشغيل التطبيق. طبعا ده يعني يا ريت تكون حاجة فعلا افضل للشركة او القائمين على التطبيق ده، او مش التطبيق ده بس، كل التطبيقات اللي بتنزل يا ريت يكون ليها فيديو ان انت اول ما تحمل التطبيق يعرفك التطبيق ده بيشتغل ازاي، ويعرفك يسهل عليك يعني. ويكون طبعا التطبيق يكون كل التطبيقات يكون مدعمة بكل اللغات، اللغة العربية واللغة الإنجليزية وكل اللغات، علشان اللي في مصر يقدر يشتغل التطبيق واللي في أمريكا يقدر يشتغل في التطبيق. وبس كده، ده يعتبر الشرح المبسط للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت اي ميزة او اي عيب للتطبيق غير اللي احنا قلناها في الفيديو اكتبها في تعليقات الفيديو. ساعد غيرك وفيد غيرك، كلنا نساعد بعض ونفيد بعض ونستفيد من بعض. وشكرا، سلام عليكم.